ألم نأمركم بما أمركم الله به في محكم كتابه بنفي التعددية الحزبية والمذهبية في دين الله، تنفيذا لأمر الله إليكم في محكم كتابه القرآن العظيم في قول الله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأخشى عليكم قارعة من الله تصيبكم أو أن تحل قريبا من دياركم فتزلزل الأرض من تحت أرجلكم وذلك من عذاب الدرجة الثانية. طبعا ما هو عذاب الدرجة الثانية؟ نحن أنذرناهم في الأول من عذاب الدرجة الثالثة من قبل أن تحصل، من قبل سنين، وأنتم كلكم على ذلك الشاهد. بعدما أحكم الحوثيون سيطرتهم على منطقة الخبز بمحافظة البيضاء وسط اليمن، ها هي رقعة القتال في البلاد تتسع شيئا فشيئا. مواجهة عنيفة بين اللواء 35 الذي أعلن انضمامه للشرعية من جهة وبين الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، وقد قصفت المقاومة الشعبية وعسكر القوات الخاصة الموالية لميليشيات الحوثي. الله أكبر. الهدف الأول هو حماية الشرعية اليمنية. تستطيع تظهر وتخرج وتخطب وتتكلم انك رئيس اليمن وانت تدمر الشعب اليمني، تدمر اطفالنا ونساءنا عشان تعود تحكم داعش وحركة الاخوان المسلمين. ودي انا قاتلتهم قبل ما حد يقاتل. قلت إذا عرضتم تعلموا إن الله سوف يصيبكم بعذاب الدرجة الثالثة، وقلت في نفس البيان. وربما يود أحد السائلين يقول وما هو عذاب الدرجة الثالثة؟ فمن ثم نرد عليه بقول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. إذن هذه أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض، هذا عذاب الدرجة الثالثة. لكن من تحت أرجلكم زلزال.